الفرصة اللي الناس مش شايفاها النهاردة هتبقى حلم بيتمنوه بكرة. ولما تسمع حد بيقولك المنطقة دي لسه فاضية، اعرف ان ده اول مؤشر انها هتغلى بعدين. المناطق بتتغير كل يوم، الشارع الجديد بيتسفلت وبيركب له عواميد نور، والمشروع بيبدأ والإنشاءات بتظهر والخدمات بتيجي كل يوم، والأسعار بتزيد بالتدريج مع كل خطوة جديدة بتحصل في كل مشروع. واللي بيشتري وهو مستني كل حاجة تخلص، خليك عارف ان هو بياخد آخر فرصة وأعلى سعر متر موجود. إنما اللي بيكسب هو اللي بيشوف حقيقي الصورة قبل ما تترسم، هو اللي بيشوف المكسب قبل ما يبقى فيه مكسب، وعشان كده بيحقق مكسب حقيقي. عايز اقولك ان العقار مش مجرد حيطان، العقار بيكون قرار سابق لعصره، ناتج عن رؤية واضحة للمكان هيكون ازاي في المستقبل. حبيت ادردش معاك في الفيديو ده من نزول لينا يوم كده كنا بنشوف بعض الانشاءات في المشاريع اللي احنا بعنا فيها للعملاء بتوعنا. وزي ما انت شايف في تطور كبير في منطقة الMU في العاصمة الإدارية، MU 23 أو MU 23 في العاصمة الإدارية. المكان ده بيزيد الاستثمار فيه يوم بعد يوم، ومقصودش الMU فقط، لكن أقصد العاصمة والمدن الجديدة بشكل عام. كل حاجة بتحصل، كل خطوة بتتاخد، كل نمو في البنية التحتية، كل ده بيساعد استثمارات الناس انها تكبر وتزيد. وخلينا نقول ان الفرص الحقيقية هي اللي انت بتشوفها قبل ما الناس تشوفها، لان كل اللي احنا شايفينه النهاردة ده في يوم من الايام كنا بنبيع فيه وهو لسه مفيش اي حد بيتكلم عنه. فلو حابب تشوفنا تاني او تشوف تصوير من مكان معين، ممكن تكتب لنا نحب نصور ايه، وخليك معانا على تواصل على طول. لو محتاج حد يساعدك في ان انت تاخد قرار في شراء عقار، ممكن تبعت لنا رسالة او تكلمنا على ارقامنا، وهيكون معاك فريق يساعدك تاخد قرارك المناسب ليك. احمد سراج.